Les participants sont convenus. في 8:45 أطلقت طائرة فرنسية مقاتلة أول صاروخ لها ضد هدف ليبي على الأرض. في التقرير الآتي طبيعة القوات الغربية المقاتلة ونوع الأسلحة المستخدمة في تطبيق قرار الحظر الجوي. ما إن أقر مجلس الأمن الدولي العمل العسكري ضد ليبيا بعد أيام من المفاوضات الشاقة، حتى بدأت الدول المشاركة في اتخاذ خطوات تنفيذية بالإعلان عن حجم قوتها التي ستشارك في العمليات الجوية. فرنسا تملك نحو 100 طائرة مطاردة على الأخص من طراز رافال وميراج 2000 وطائرة رادار أواكس، كما تملك حاملة مروحيات من طراز ميسترال في المنطقة. كذلك وضعت القواعد الجوية في كورسيكا ونجامينا في تشاد في حال استنفار، بحيث قد تستخدمها نقاطا للتموين. كما سترسل حاملة الطائرات شارل ديغول الموجودة حاليا في طولون. المملكة المتحدة نشرت طائرات قتال تورنيدو ويورو فايتر في القواعد القريبة من ليبيا، كما تملك قاعدة في مالطا، لكن فاليتا رفضت استخدامها في العمليات. وتجوب حاليا الفرقاطتان ويستمنستر وكمبرلاند المتوسط. أما الولايات المتحدة فلديها طائرات F-15 و F-16 في قاعدة سيغونيلا، وسترسل حاملة المروحيات باتان وسفينتي دعم إلى المتوسط لتحل محل سفن أخرى. كذلك تملك الولايات المتحدة مدمرتين في شرق المتوسط هما بيري وستاوت. كندا كذلك أعلنت عن إرسال 7 طائرات مقاتلة بالإضافة إلى السفينة الحربية الكندية شارلوتاون الموجودة في المنطقة. إيطاليا من جهتها طلبت نقل تنسيق العمليات العسكرية من ألمانيا إلى كابودوتشينو، كما عرضت استخدام 7 قواعد جوية أهمها سيغونيلا في الصقلية. واقترحت الدنمارك المساهمة ب6 طائرات مطاردة من طراز F-16. أما أسبانيا فقد وعدت بتقديم موارد بحرية وجوية بالإضافة إلى إتاحة استخدام قاعدة روتا البحرية الجوية واستخدام قاعدة مورون جنوب إشبيلية. أما الحلف الأطلسي فسيكتفي على ما يبدو بالبقاء على الحياد، مكتفيا بتسريع التخطيط، ويبدو أنه دعي فحسب إلى لعب دور مكمل. علي عز الدين، العربية.